مدرب منتخب أسود الأطلس طارق السكتيوي يهاجم مدرب منتخب الجزائر مجيد أبو قرة بعد تصريحاته الأخيرة، حيث كان قد قال أنه سوف يصل إلى نهائي كأس العرب وسيواجه منتخب المغرب ويفوز عليه. وقبل ما نشوف مدرب المغرب طارق السكتيوي قال إيه على مجيد أبو قرة مدرب منتخب الجزائر، ما تنساش تدوس لايك للفيديو وتشارك وتشترك في القناة عشان توصلك أخبار بطولة كأس العرب أول بأول. مجيد أبو قرة قد صرح لوسائل إعلامية قطرية قبل يومين أنه يتمنى أن يواجه منتخب المغرب في نهائي كأس العرب ليكرر الفوز عليه مرة أخرى. هذا التصريح استفز مدرب المغرب طارق السكتيوي، حيث صرح لقناة الكأس قائلا: ماذا يظن نفسه مجيد أبو قرة؟ هل هو بمستوى منتخب المغرب؟ السودان وكادت تهزمهم، لولا الحظ لكانوا قد فازوا عليهم. أريد أن أرسل رسالة إلى المدير الفني لمنتخب محاربي الصحراء مجيد أبو قرة وأقول له: البحرين والعراق سوف يتكفلون بإقصاء منتخبكم. أنتم مجرد منتخب منفوخ إعلاميا فقط، وتشكيلة لاعبي منتخبك غير متجانسة إطلاقا. سيتكرر معكم نفس سيناريو بطولة كأس أفريقيا 2022. لقد دخلتم تلك البطولة ورأسكم في الأعلى ولا تنظرون تحتكم أبدا، وقامت غينيا الاستوائية وسيراليون وساحل العاج بإقصاء منتخبكم الأول الذي يضم نجوم كرة القدم العالمية. وهذا الأمر سوف يتكرر مجددا هنا في بطولة كأس العرب قطر 2025. لقد أضحكتني كثيرا حين قلت أنك تتمنى أن تواجه منتخب المغرب لتكرر الفوز عليه مجددا. أيها الأحمق، سوف تحزمون حقائبكم وتعودون إلى عاصمة الجزائر يوم الثلاثاء القادم، وستكملون مشاهدة بطولة كأس العرب بقطر عبر هواتف وشاشات التلفاز، وسوف تروننا ونحن نرفع الكأس في النهائي. وبعد التصريح ده إيه رأيكم؟ هل حقا سوف يقصى منتخب الجزائر في الدور الأول زي ما قال طارق السكتيوي، أم أن منتخب الجزائر سوف يصل للنهائي والمنتخب المغربي هو اللي هيخرج في ربع النهائي زي المرة اللي عدت؟ اكتبوا لنا آراءكم في التعليقات.